السلام عليكم يا حبايبي يا طعمين، ان شاء الله ديما بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة انا عملت لكم سلطة جميلة قوي بفلفل الالوان وباللوبيا، وعندي كمان عملت لكم لحمة كمان بالفلفل الالوان. اللحمة دي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف، واللوبيا هتشوفوا معايا طريقتها. انا عندي فلفل الوان كنت شويته على البوتاجاز كده. الشوي حلو، يعني السلطة دي صحية قوي، احسن ما نقليها في الزيت. وعندي لوبيا انا كنت نقعتها في الميه، بس ما سويتهاش على النار، في الميه بس مده 3 ايام. لما حسيتها انها طريه كده صفيتها من الميه، سبتها نشفت من الميه. وعندي بصل اخضر والجزر، عامله 2 من الجزر سلقتهم كده في الميه. وعندي فلفل زي ما قلت لكم شويته، هنغسله كويس ونشيل منه القشور بتاعه. انا هنا هجيب بوله واقطع الجزر قطع صغيره. كمان عندي هنا 2 من الطماطم، كمان هقطعهم قطع صغيره واشيل منهم القلب. وهنقطع الفلفل وكل حاجه هنقطعها قطع صغيره كده زي ما شايفين. وكمان انا عامله الخلطه للسلطه بتاعنا دي، عامله المايونيز مع المستردة، وعامله كمان معاه توم، وعامله شويه زيت الزيتون ملعقه صغيره كده، وعامله معاه شويه ملح، نحط شويه خل ملعقه صغيره من الخل عشان تدينا طعم حلو، وشويه فلفل اسود ونحطه على السلطه بتاعنا دي. وكمان نحط دبس الرمان ملعقتين كبار من دبس الرمان. انا كمان حطيت هنا اللوبيا بتاعنا، وده هي الخلطه اللي قلت لكم عليها. هحط كمان البقدونس، وبعدين احط 2 ملاعق زي ما قلت لكم من دبس الرمان، وبعد احط ملعقتين كبار كمان من زيت الزيتون، وبالهنا والشفا. واللحمه دي اللي عملتها بالفلفل الالوان كمان جميله قوي، هسيبها لكم في صندوق الوصف، كمان جربوها جميله قوي. الليمون نسينا، نسيت اقول الليمون كمان نحط نص ليمونه. ويا رب تكون عجبتكم الطريقه. شفتوا ازاي قال الفلفل الالوان مع اللحمه ومع السلطه؟ يا سلام، جميله قوي قوي قوي. جربوها السلطه دي مش هتندموا عليها. ويا رب تكون عجبتكم الطريقه دي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تعملوا لي لايك حبيبي، يا منوريني. السلام عليكم.